السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ عايزين بقى النهاردة كده عملنا مع بعض يعني قرقشتين حلوين كده او المنين او زي ما بتسموه بقى. خلصنا حاجة العيد الحمد لله على خير، والحاجة خلصت من عندنا والعلاج خلصت على خير. طب ما ينفعش، لازم نعمل كده حاجة جنب الشاي بلبن بقى كده الصبح. عملنا بقى النهارده شوية قراقيش كده تحفة. بصوا كمان محملة من جوه ازاي، ودي بقى السادة بتدوب هوا كده في الشاي بلبن، يا جمالها بقى كده، طعمها بريحة زمان وطعم ونكهة زمان. يلا بقى نشوف الفيديو مع بعض عملناها ازاي وتابعوني للآخر، يلا بينا. اول حاجة بقى هنسمي بسم الله. مقاديرنا سهلة خالص، واشتغلنا بنص كيلو دقيق بس. معايا نص كيلو دقيق، عليه ربع كيلو سمنة، 500 جرام دقيق، 200 جرام 250 جرام سمنة، كوباية الا ربع لبن على مية، حاطة الاتنين على بعض دافيين طبعا. ومعايا معلقتين كبار من السمسم، ومعلقتين كبار من السكر بودر، ورشة ملح، وخميرة فورية. مقاديرنا سهلة خالص وشبيهة خالص بمقادير الكحك، بس بتفترق ان هنا مش بقدح السمنة خالص، وما عنديش بيكنج باودر. تمام. هحط بقى المقادير الجافة على بعضها. حطينا الدقيق على السمسم على رشة الملح على السكر بودر، وهناخد بقى الحاجات دي نشيلها على جنب ونبتدي نفعل الخميرة بتاعتنا. هحط كوباية هحط عفوا معلقة من السكر جوه كوباية اللبن والمية الدافية. اهم حاجة انها تبقى دافية علشان تتفاعل الخميرة فيها بسرعة. وهحط هاخد كده حوالي معلقتين من الكيسة اللي في الخميرة، وهقلبهم بقى كده مع بعض، وهسيبهم على جنب يخمروا لهم بقى كده شويه لحد ما انا اقلب الخليط اللي معايا ده وابسه بالسمنه. لو وصلتوا بقى معايا لحد هنا كملوا معايا الفيديو عشان هتشوفوا الجمال كله. وما تنسوش اللايك وتشتركوا في القناه لو انتوا اول مره بتشوفوني. تمام. يلا بقى بينا كده هنقلب مع بعض كده كويس. اهم حاجه بقى ان احنا هنبس العجينه زي ما كنا بنعمل في ايه، زي ما كنا بنعمل في الكحك. فاكرين لما قعدنا نبس في العجينه كويس؟ هنبسها بقى كويس جدا كده، ونفركها بقى كده في بعضها ونظبطها عشان تطلع معانا ناعمه ودايبه. عايزه اقول لكم ان القراقيش دي او المنين دي احلى حاجه فيها ان هي ناعمه ودايبه، وفي نفس الوقت ايه، مقرمشه. ما في كمان حاجة نسيت اقول لكم عليها، ان في المقدار انا مستخدمة سمنة على زيت. مستخدمة سمنة على زيت، الزيت بيساعد على القرمشة، ان يكون فيها قرمشة، ان هي تبقى ناعمة ودايبة بس في نفس الوقت مقرمشة. هنقعد بقى نفرك كده كويس المكونات مع بعض. وبصوا بقى الخميرة ما شاء الله. عايزة اقول لكم التركة ديت في الخميرة تقدروا تعملوها في اي نوع من المعجنات، ان انتوا عشان تختبروها بدل ما حرام تبوظ لكم الحاجة، بتحطوها بره في المية او في اللبن والسكر وتقلبوها وتركنوها. لو تفاعلت كده تمام تبقى الخميرة شغالة، ما تفاعلتش خلاص تبقى بايظة. بصوا بقى هتحسوا ان العجينة بقى باظت وسايحة وشكلها وحش، عادي جدا مفيش اي حاجة، هنكمل زي ما احنا ولا يهمنا. هنقعد بقى كده بقى ايه، نقلب بقى بالراحة من تحت لفوق، مش عجن، باخد بقى كده بالراحة من تحت بقى كده لفوق، من تحت لفوق بالراحة، والم بالراحة والم، مش هعجن بقى واقعد اديها عجن، عشان انا مش عاوزاها تعمل عرق ولا اي حاجة. انا عايزاها بس مجرد تبقى حاجة كده ناعمة ودايبة وطعمها حلو. خلاص بقى بصوا بقى، ادي القوام ملبن. ملبن شايفين الجمال، طرية وجميلة خالص، وريحتها بصوا مش قادرة اقول لكم. اهي بصوا اهي تاني، ادي اهي الحتة اهي، نقعد نكورها كده اهو. بصوا بقى جمالها اهي، ناعمة. شايفين النعومية بتاعتها كده؟ خلاص المقدار بتاعنا نص كيلو دقيق، عليه ربع كيلو سمنة على زيت، عليه كوباية الا ربع سوائل، لبن بس، لبن ومية، مية بس انا استخدمت صراحة الاتنين. هغطي بقى الوش بتاعها كده واسيبها بقى كده ربعاية ترتاح بقى وتخمر لها شوية، بس انا مش محتاجاها تخمر قوي برضو، انا هشتغل بيها دافية زي الكحك برضو، عقبال ما انا اعمل العجوة واسخن الفرن. يلا بينا نعمل عجوتنا. معايا ربع كيلو من العجوة، عليه معلقة كبيرة من السمنة ورشة من القرفة،
وهندعكهم في بعض. الطريقة ديت بتاعة العجوة بتحافظ لي على عجوة طرية ومش بتخليها تنشف مهما قعدت جوه القراقيش. تمام. وافضل بقى ادعكها كويس قوي واعجنها كده لحد بص بقى جمالها، بص الطريان والحلاوه بتاعتها. تيجي تاكلي بقى القرقوشه ما تبقاش العجوه ناشفه بقى كده جوه، لا تبقى زي العسل. بصوا هنعمل ايه بقى. هناخدها بقى كده نكورها ونبططها كده بسيط عشان لما نيجي نشتغل بيها جوه العجينه تبقى ايه سهله معايا، ما اقعدش بقى كده تبقى ايدي مكان عجين وارجع اشكل عجوه وارجع تاني في العجين، تبقى ايه الدنيا جاهزه معايا اهي. واديها تبطيطه كده شويه عشان ما تبقاش ببوزه كده او ما تبقاش يعني ايه مكعوره كده جوه العجينه، حلوه مكعوره تمام. بس هنبططها بقى كده على قد المقدار بتاعنا. انا خدت ربع كيلو بس من العجوه على اعتبار ان انا هعمل نص القراقيش ساده ونصها بالعجوه. هنا كانت عدت ربع ساعه وكنت خلصت العجوه وسخنت الفرن. بص بقى ما شاء الله، شايفين قبت ازاي وطريه وناعمه ازاي. معانا الصاج بتاعنا، معانا فرننا ساخن مسخنينه على حرارة 180. هنبتدي ناخد بقى اول حتة كده ونظبطها كده ونرستقها ونبدأ بقى ايه نبططها. اول حاجة هنعملها مع بعض اللي هي السادة. اهم حاجة ان سمك العجينة ما يكونش رفيع قوي علشان لما تستوي ما تنشفش وما تبقاش رفيعة وتبقى ما فيهاش قوام كده، لا احنا عايزينها من جوه كده محملة اكنها مورقة كده من جوه. ونبدأ بقى ان احنا نقطع كده بسكينة بقى بقطاعة بأي حاجة ونرص في الصاجات. الصاج مش هحتاج ان انا ادهنه خالص اي حاجة. بص بقى قوامها وبص السمك بتاعها، بجد بجد كانت ريحتها تحفة وطعمها تحفة وسهلة ومش مكلفة خالص. يعني بنص كيلو دقيق عملت صاج كامل من القراقيش، وكمان هتشوفوا هطلع صينية قرص كمان من حتة العجين اللي هتتبقى اهو. دي بقى اللي بالعجوة هناخدها كده نحطها في النص ونبدأ بقى ايه نقفل عليها. شايفين بقى نقفل بقى كده عجين. العجينة اصلا ما شاء الله عليها ملبن، مش مستحملة يعني مش مستحملة الهوا، يا دوب تعمليها كده تيجي معاكي كده، تعمليها كده تيجي معاكي كده. فجميلة بصراحة وملت ريحة البيت خير وريحة الخبز بتاع زمان والقراقيش الجميلة بتاعت زمان. بس كده خلاص. هنبدأ برضو نقطع كده البستين اللي في الجنب دي نستغنى عنهم ونبدأ بقى نقطع اهو. مفيش اسهل من كده. لو حابين بصوا بقى شايفين بتبقى محمله والحشوه جوه عامله ازاي. واستنوا كمان بقى لما هتستوي هتبقى مورقه من جوه زي العسل. ادي اهو ما شاء الله طلعت صاج كبير كامل من القراقيش، نصها عجوه ونصها ساده. وكمان اتبقى معايا حته عجينه هنروح عاملينها كام قرصايه بقى كده ايه مع حته العجوه اللي اتبقت. بس كده سهله وجميله. وهنحطها في علبه كده نحتفظ بيها، حلوة للفطار حلوة للعشاء. طبعا كلنا طالعين من رمضان مفيش النفس اللي هي بتاعت الفطار بقى دي بتاعت الاول، لسه برضو المعدة متعودة على الصيام وطبعا مكملين لسه الصيام. فبرضو الواحد ايه مش بيقدر ان هو يتعشى بالليل او مش بيقدر ان هو يتسحر زي ايام رمضان. فدي حلوة قوي للفطار للعشاء وواحدتين كده بالليل عشان الصيام تاني يوم. وهبدأ ان انا بقى ايه اشقق القرصاية كده بالطول اديها شكل. عايزه اقول لكم تحفه حلوه قوي. يلا بقى حضروا الشاي بلبن بقى ولا كوبايه النسكافيه بقى ويا سلام بقى اهو. مفيش اسهل من كده، نظافه وتوفير. وبنص كيلو دقيق بس عملنا صاج كبير وعملنا صينيه قرص كمان. يعني لو انتوا جبتوها من بره شوف النص كيلو ده بره هيعمل كام ولا الكيلو بره هيعمل كام. هدخلها الفرن على حراره بقى 180. اخدت لون من تحت ولسه ما خدتش لون من فوق بفتح لها الشوايه شويه اهي. خلاص كده استوت وزي الفل وزي العسل. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش تشتركوا في القناة لو اول مرة بتشوفوني. يا رب اكون افدتكم. وادي كمان القرص اهي طلعت زي العسلين. واشوفكم على الف خير. مع السلامة.